اعمل ايه واقول ايه انا ودريه اللي قاعدين معاه ليل ونهار في الفيلا على طول. كلام ايه اللي انت بتقوله ده يا استاذ مصطفى؟ حكاية البعد والقرب دي ملهاش اي قيمة، ملهاش علاقة بالحب وبالشوق. بالعكس بقى، ده اللي بيعيش مع واحد على طول ما بيحسش لا بالشوق ولا بالحب، لكن البعد بيأصل الشوق ويأجج الحب. ايه الكلام ده يا استاذ عبد الله؟ ده احنا كنا بنفطر مع بعض ونتغدى مع بعض ونتعشى مع بعض وطول النهار مع بعض، يقوم في يوم وليلة يروح مننا كل ده في لحظة. لازم نحس بالفجيعة. ايه يا رب، واي فجيعة، دي مصيبة يا ناس، دي مصيبة. اتخطف كان معانا، قاعد معانا، بيهننا ونهننه، بيساعدنا ونساعده، بنلعب معاه ونهزر معاه ويضحك لنا. يا ربي تخطفوا كده. تصور، تصدق بالله انا جات لي 20 ترقية رفضتها، ما رضيتش ابدا اترقى. ليه؟ عشان الترقية كان فيها نقل من مصر. اسيب الراجل ده بيلعب يوجا، راسه بتبقى تحت ورجليه فوق، اسيبه يلعب يوجا لوحده؟ معقولة؟ ما فيش داعي للمغالطة يا استاذ مصطفى. مغالطة ايه يا استاذ عبد الله؟ ايوه مغالطة يا ست درية. هو عشان بقى المرحوم ما خلع دلوقتي ومات ومش هيعرف يرد عليك ولا يتكلم، تقوموا انتوا يعني تاخدوا حريتكم في الكلام. الحقيقة انتوا كنتوا قاعدين معاه هنا في الفيلا مش عشان تخدموه، لا، انتوا كنتوا قاعدين معاه هنا علشان مش لاقيين سكن تسكنوا فيه. مين اللي قال الكلام ده؟ المرحوم بنفسه. لما جيت له هنا من 9 شهور وزرته، اخدني في الانطريه اللي فوق على خلوه، وقعد الراجل وفضفض معايا وقعد شرح لي كل حاجه يجي ساعتين بحاله. انا مش فاكره الكلام ده. ايه رايك بقى يا استاذ عبد الله انني عمري ما شفتك مع المرحوم فوق؟ اسمع بقى يا استاذ مصطفى، انا متجوزه عبد الله بقالي 10 سنين، عمر جوزي ما طلع من بقه كده ابدا، ده طول عمره يقول اللي له واللي عليه من غير مغالطه ولا مكابره. طب انا اقولها لكم بصراحه بقى، المرحوم لا كان بيحبك ولا بيحب جوزك. كلام ايه اللي انت بتقوله ده يا استاذ مصطفى؟ ده كان بيتهيألك بس. بيتهيأله ازاي يا ست نبيلة؟ والمرحوم كان عايش معانا على طول وكل يوم بيقول لنا الكلام ده. ده كان بيجاملكم وكان بيشوف شعوركم ايه من ناحيتنا. يا حبيبتي، لو كان هو بقى بيكرهنا ما كانش خدني على جنبي يوم ما جيت زرته انا من يومين وقال لي يا نبيلة الخاتم بتاعي والساعة بتاعتي لابنك محمود بعد ما اموت. يا حبيبي يا بابا. الله يا حبيبي يا بابا، بتقولي لي يا حبيبي يا بابا وتعيطي؟ ايه الكلام الفارغ ده عبث. سيبها تتكلم يا مصطفى، خليها تتكلم على كيفها. وكان هيوصي بقى لابنك بالحاجات دي بأمارة ايه؟ مكافأة عشان اتجوزتي جوزك غصب عنه؟ ده كان بيدعي عليكي ليل نهار. لا 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 لا، عيب يا ست درية، الكلام ده عيب. هي نبيلة متجوزة واحد هفية لا سمح الله؟ نبيلة متجوزة يا سيد الرجالة، ده المرحوم الله يرحمه كان بيفتخر بيا في كل حتة يقعد فيها ويقول جوز بنتي نبيلة متجوزة راجل فنان مدرس أول تربية فنية في مدرسة 100 غمر الإعدادية المشتركة. القهوة يا حضرات. وايه بقى نوع القهوة اللي انت جايبها دي؟ سادة طبعا يا استاذ عبد الله. ايه سادة طبعا؟ يا راجل هات لي فنجان قهوة زيادة. ايه زيادة؟ هو ايه زيادة؟ ايوه قهوة زيادة، يعني فنجان فيه مية وبن وسكر. حاضر.
حد يشرب قهوة زيادة في مناسبة زي دي؟ والله دي مسألة مزاج يا هانم. عشان يكون عندك فكرة يا أستاذ عبد الله، وعشان ما تفتكرش إن المسألة مسألة استغلال ونهب وسلب. اقصري لسانك يا درية. ايه بقى حكاية نهب وسلب دي كمان؟ هي كلمة الحق في البيت ده ملهاش مكان ولا ايه؟ استنى اما اكمل كلامي يا نبيلة. من 3 سنين المرحوم وصى بالخاتم والساعة ومجوهرات ماما وكل التحف اللي في الفيلا دي لابن عصام. مظبوط، وكان قدامي وفي وجودي وقالها 3 مرات. الحاجات دي لعصام، الحاجات دي لعصام، الحاجات دي لعصام، وخلع. ويا ترى مكتوب بقى في الوصية ان المرحوم كتب الحاجات دي لعصام، الحاجات دي لعصام، والتالتة قالها وخلع؟ القهوة زيادة يا استاذ عبد الله. وديله القهوة. يا اخويا انت كمان ما تقعد هنا، اقعدي. ايوه يا سيدي بقى، والمرحوم كتب وصية بقى قال فيها ان الحاجات دي ياخدها ابنك محمود. بتتناقشوا في ايه يا بهوات؟ ايه ده؟ ايه ده يا ابراهيم؟ لا 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 لا، ده انت سئيل قوي. انت مالك؟ صحيح يا ابراهيم، على رأي مصطفى انت سئيل قوي. انت هتتدخل في شؤوننا العائلية ولا ايه؟ بلاش تتكلم في الحاجات دي يا عم ابراهيم. من عارف، يمكن رخر بيتبلى زي بعضهم ويقول بقى ان المرحوم وصله بالفيلا من نفسه وراخر. ولا مؤاخذة يا بهوات، انا مش دخيل ولا جاي افتري بالكذب على انسان راح وودع الدنيا، لان احترام الانسان الميت لازم يكون اكتر من احترام الانسان الحي، لان الانسان الميت ملوش لسان يتكلم بيه ويوضح الحقيقة. الله 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 الله، ده انت هتلقي علينا قصيدة في الوعظ والارشاد بقى. كل بقى المقدمات دي كلها ملهاش اي لازمة. انت عايز تقول ايه؟ ورثت ايه انت راخر؟ الاشكالات اللي انتوا عاملينها دي انا عندي حلها ومعايا برهان. ها، تعال تعال ابراهيم. برهان ايه؟ ايوه معايا برهان، بس اهدى كده عشان اعرف اتكلم معاكم. المرحوم ساب وصيه. وصيه؟ وصية؟ هي فين الوصية دي؟ فين الوصية دي؟ ورينا. فين يا اتكلم. وصية ايه؟ ايوه وصيه في الخزنه. خزنة؟ وانت سرقت المفتاح من على بطنه؟ ده احنا. انا عارف يا استاذ مصطفى، وشفت مدام درية وهي بتدور على المفتاح. انا كنت بدور على مفاتيح. مش مهم دلوقتي، المهم خلينا في المفيد. المفتاح فين؟ قبل ما اقول لكم المفتاح فين عاوز اقول لكم كلمه. اي نعم انا غريب، حيا الله كنت بشتغل عند المرحوم وبطبخ له، لكن يظهر ان المرحوم ملقاش حد فيكم كلكم يفتح له قلبه، ففتح قلبه لي انا وسلمني مفتاح الخزنه وقال ان فيها وصيه ما تتقريش الا بعد ما ماتوا، والكلام ده كان من شهر واحد بس. يلا بينا نشوف الوصيه. ايوه يلا بينا. يلا بقى ما تضيعش وقت، تعالى معانا. قبل ما اتحرك من هنا عاوز اقول لكم كلمه تانية. المرحوم وصاني وصيه تانية نفذتها، ولو ان تنفيذها كان صعب عليا قوي. صعب ازاي؟ مش فاهم. دخلت عليه قط وهو ميت وخدت الساعه من ايده والخاتم من صباعه. خدتهم؟ ياك عايز تقول انه كاتبهم لك انت الاخر؟